طبعا الاحتلالات والهجمات التركية على الشعب السوري، وليس فقط على الشعب الكردي فقط، وإنما على جميع الشعوب. يعني فهون نحن كمجلس اجتماعي الأرمني نحن كمان بصفتنا في جميع المقاطعات الموجودة عم ناخذ كل دورات من الأسلحة، دورات الأسلحة لنكون بجاهزية تامة. نفس الوقت كمان عم ناخذ دورات التمريض، أي شيء ليكون إذا لا سمح الله صار عندنا أي شيء من الجرحى أو أي شيء مرض، فهون لازم الكل الرفاق يكونون في جاهزية تامة. ونفس الوقت إنه الرفاق لم يتوقفوا لحد الآن، حتى طابور شهيد نوبار وزليان هم الآن في مواقع خط التماس الموجود بتل تمر وبمناطق أخرى. هم الذين يحمون جميع الشعوب، ونساند بعضنا كالشعب واحد هنا، ولا يعني حتى انه لا يوجد التفرقه بين الاكراد والعرب والسريان والارمن والتركمان او تشركس او تشاتشان، حتى طبعا هذا الشيء انه ما في تفرقه بين جميع الشعوب. ونحن الان ايدي واحده، وسنوقف امام جميع الهجمات من العدو، وكان اي عدو حتى سنوقف بوجههم. عم نرى انه هذا الاحتلال التركي عم يهاجم بكل الهجمات الوحشيه، فهون في صمت الدولي. طبعا الصمت الدولي لك جميع الدول الموجودة، حتى انه ما يطالع اي قرار ضد هذه الهجمات. ونفس الوقت انه هالهجمات اللي عم تصير بشمال شرق سوريا تكون هذه الوثائق موجودة، فهون يعني حتى الدول اللي عم تحكي بحقوق الإنسان، فهون يعني نتأسف بهذا الشيء. فهون هن عم تركيا ما بيقدر لحد هلا انه بيطلق طلق ناري الا يكون الاستشارة من الدول الكبرى. نحن كمكون أرمني لن نستنكر بأشد العبارات هذا العدوان التركي على مناطقنا روجافا. هاي الهدف الاحتلال التركي من هذه الأشياء هي كأشياء طورانية، كما فعلت فينا نحن الأرمن المجزرة عام 1915 أبادتنا 1.5 مليون أرمني، على جميع الشعوب المكاتفة ورص الصفوف لمقاومة هذا العدوان الغاشم.